السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ ده كان روتين الغدا بتاعي امبارح. قلت اوريكم بقى انا عملت ايه وازاي تطلعوا شوربة حلوة قوي. هنعمل النهارده شوربة لحمة وشوية ملوخية وبامية ورز معمر. حاسه ان الميكس غريب شوية، لكن كانت طلبات افراد العيلة. اول حاجة ان احنا هنشوح اللحمة ما بتتغسلش خالص، لا تتشوح حلو من جميع الاتجاهات مع البهارات وكده. في حتة سمنة بلدي هتديكي نتيجة جميلة جدا، واستحالة هتطلع ريم فوق والكلام ده خالص. وكمان لو انت عندك اللحمة في التلاجة في الفريزر او محتاجة ان انت تفكيها، يا ريت من بالليل تتفك في التلاجة، لان لو طلعت بره ونزلت الدم اللي فيها ده لا غلط. المفروض اللحمة تنزلش الدم اللي فيها. هنبدأ بقى نحط البهارات المجففة زي الورق اللوري وقرفة وحبهان، وهننزل بالخضار بصل وطماطم، ولو حابة تضيفي جزر تمام، كرفس اوكي. بعدين ننزل بالبهارات الأساسية، ملح وفلفل اسود بس. وانا من الناس اللي بتحب الفلفل الاسود كتير في شوربة اللحمة بالذات. تمام، هنقلبها ونشوحها كده حلو، تشويح حلوة لحد ما تتحمر من جميع الاتجاهات. ونكون بنغلي مية سخنة، تغليها بقى في الكاتل، تغليها في حلة جنبك على البوتاجاز. المهم المية تنزل على اللحمة سخنة، مينفعش تتشوح وتبقى سخنة ونرجع احنا نضيف عليها مية باردة، لا مينفعش. عفوا. بس قفلت عليها، بعملها في الحلة الضغط ما بتاخدش نص ساعة. تاني حاجة بقى نعمل الرز المعمر. الرز المعمر ازاي بقى تطلعيه كده طري؟ بصي، حاجة يعني اخر زبدة كده. المعيار عامة كل كوباية رز بتاخد كوبايتين لبن، بس كده. مش هقعد اقولك بقى حطي تلت صبعك والتلتين لبن والكلام ده، لا. انا هنا الطاجن ده اخد كوبايتين رز مصري مغسول ومتنشف حلو. وبعدين ضفت عليه قشطه بلدي بتاع اللبن. وحاولي ان انت كل الرز كده يتغطى بالقشطه. يعني شايفين بقلب بدعك الرز فيه يعني. تمام. هنزل بقى باللبن. قلنا انا حاطه كوبايتين يبقى عليهم 4. تمام، كل كوبايه بتاخد كوبايتين لبن. هنزل باللبن. انا مش منزله اللبن سخن ولا اي حاجه، لبن عادي درجه حراره الجو يعني عادي. ليه بقى؟ علشان لما هو يغلي في الفرن، قبل ما يغلي انا مش عايزاه يغلي على طول، عايزه الرز يتنقع في اللبن كده شويه، فبياخد فتره عما يغلي، فهتلاقيه بقى تمام يعني. هنضيف شويه ملح صغيرين خالص كده، ان هم يعدلوا الطعم، بس احنا مش عايزينه مالح ولا حاجه. ورشه فلفل اسود، المفروض رشه فلفل ابيض عشان ما تديش لون يعني، بس عادي الفلفل الاسود ما تزوديش. وهنضيف بقى اخر حاجه معلقه سمنه بلدي كده حلو. طبعا الاكله دي بتخلص برطمان السمنه البلدي. المهم، هنضيف بقى على الوش كده السمنه البلدي ونكون مسخنين الفرن. وطبعا ما تنسيش تحطي الطاجن على صينيه اكبر، بحيث ان هو لو اللبن فار ولا حاجه يقع على الصينيه، ما يقعش بقى على الصاج بتاع الفرن وتشم ريحه مش حلوه. تاني حاجه بقى هنعمل الملوخيه. ده ملوخيه خضرا جاهزه. انا عارفه الملوخيه الخضراء موجوده اليومين دول وحلوه قوي، بس انا كنت مقمعه الباميه، هتشوفوا لسه، فما كنتش هقدر اقمع باميه واخرط ملوخيه الاتنين. انا حطيت شويه شوربه ونزلت عليهم كيس الملوخيه، واقلب بالويسك بتاع ايكيا، ده جميل قوي في التقليب الملوخيه والحاجات دي. هنا اتصادف معايا ان حجم الشوربه قد يعني مناسب للملوخيه، لكن انا في العادي بضيف شويه شوربه صغيرين وانزل الملوخيه وارجع اضيف شويه شوربه صغيرين بصغيرين لحد ما اظبطها. لكن هي المره دي تصادفت كده بس يعني مش اكتر. هعمل بقى الطشه. هنحط كده حته سمنه في اي مقلايه ولا حاجه، وهضيف معلقه توم ودقه فيها فلفلايه احمر. بس بقوا نعبوا الفلفل شويه، انا معرفتش انعبه لان بنتي بتحب ان هي تقعد تدق الدق ده، فما ادتنيش فرصه ان انا ادق. تمام. اسفه تقريبا الكاميرا اتحركت. هنا خلاص الطشه بدات تبقى جاهزه معانا. هنضيف عليها معلقه كزبره.
انا ما ضفتش ملح وما ضفتش اي حاجه على الملوخيه، لان هي يعني الشوربه كانت تمام مظبوطه، ملحها مظبوط وكل حاجه مظبوط. انت طبعا بتظبطي، يعني أنا عشان عندي الحاله الضغط ببقى احط ملح للشوربه، وارجع بعد ما اقفل عليها بدوقها كده واظبطها يعني. فانت لو بتعملي في حله عاديه ممكن تظبطي الملح في نص الطريق. وما تقوليش ان انا لا اضيف الملح بعد ما اللحمه تستوي، لا لا خالص، ما بتاخرش من سواها والله ولا اي حاجه. بس هنا ضفت الدقه خلاص على الملوخيه، بقت ريحتها فظيعه. انا سبت لكم الصوت التش، الملوخيه لازم يبقى تش. ايه، هنقمع بقى الباميه. هعمل شويه باميه كده في حله مش طاجن. هقول لكم بتقمعوا الباميه زي انا في العادي بحب الباميه الصغيره زي اللي انا ماسكاها دي، بس الباميه كانت جايه لي المره دي واحده كبيره وواحده صغيره. المفروض الكبيره دي يعني ما تكونش كبيره قوي كمان، يعني اللي هي الوسط دي. آه، تقمعيها كده زي ما انا مقمعه، وتديلها غرزه بالنص كده، فاهميني؟ عشان تستوي، عشان هما ايه شويه صغيرين وشويه كبار. لو هما نفس الحجم هتسيبيهم عادي. شايفين التقميعه دي؟ والله ما بتاخدش وقت وبتدي شكل جميل زي امهاتنا وكده يعني. هكمل انا تقميع وارجع لكم بقى نكمل الوصفه سوا. جهزت الحله وضفت فيها برضو معلقه سمنه، وبعدين هنزل ببصله متقطعه صغير. اول ما السمنه تسخن معايا هنزل ببصله متقطعه صغير. حابه تقطعيه في الكبه تمام، على ايدك تمام يعني. انا هنا كنت مقطعه على ايدي عادي. هندي تقليبه للبصله وما تحمرهاش خالص عشان الاكل يبقى خفيف كده على البطن. البصله ما تتحمرش قوي، لما تتحمر قوي تجيب لهلبه كده، وبعدين لون الصلصه نفسه مش هيبقى ظريف. تمام، هنا سبت البصله بتتحمر، وهنضيف بعدها معلقه توم، نفس معلقه التوم بتاعه الطشه. تمام، ونديلها تشويحه سوا كده لحد ما نشم ريحه ايه التوم. اول ما هنشم ريحه التوم، احنا طبعا غسلنا الباميه بميه وليمون وكده، وزي ما قلت لكم احنا ما قمعناهاش، ما شلناش القمع من فوق مره واحده عشان الميه ما تبقاش لزجه قوي. يعني شوفوا انا مقمعاها مقفوله من فوق، وبس فاتحه الحته الصغيره بشيل النظافه اللي تحت دي، وبرده فيها لزاجه كده. وهنزل الباميه واديلها تشويحه. طبعا الخطوه دي بتخلي الباميه في حته تانية حرفيا يعني. الباميه بتاخد ريحه الثوم وريحه البصل، ريحته جواها كده، مش مجرد مطبوخه فيه بس. وبعدين هنا هنزل بشويه عصير طماطم. طبعا قد ايه هو الطبخ ده يعني بالنظر كده، مفيش طالما مش حلويات يبقى خلاص. الحلويات هي الوصفه، لا كل جرام بيفرق، انما الطبخ ده اذواق. انا هنا عملت ايه؟ اللهم صل على النبي. ضفت على فكره بعدها شويه شوربه صغيرين كده عشان حسيت ان الصلصه هتبقى تقيله. بس هضيف بقى البهارات. حطيت فلفل اسود، وهحط كزبره وشويه ملح صغيرين، وبرده في الاخر هنظبط الملح لما تغلي وكده. انا من الناس اللي بحبش اظبط الملح غير في الاخر. لان انا من اول ما اتجوزت اي ملح مع صلصه بحسه ايه بيزيد مني قوي، فانا حطيت شويه صغيرين خالص، وقلت في الاخر ابقى اظبطها. انا على طول بعمل كده في الخضار. وزي ما قلت لكم هضيف شويه شوربه صغيرين بس كده، اللي هم ايه تستوي فيهم بس. شايفين الشوربه ما شاء الله نازله حلوه قوي يعني، حمرا كده وجميله. جربوا طريقتي في الاكل ده وانت هتعجبكم ان شاء الله. هنا ما شاء الله الاكل جاهز اهو. شايفين الباميه شكلها جميل، والملوخيه القمر، طاجن الرز المعمر كله قشطه الجميل ده. وان شاء الله يكون الاكل عجبكم النهارده، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتنوروني ان شاء الله. بالف هنا على قلبكم.